حبايبنا طلبة أولى ثانوي عاملين إيه؟ أنا مستر مصطفى ودي قناتكم From Zero to Hero in English. النهاردة إن شاء الله بإذن الله نحل مع بعض Unit 7 Lessons 3 و 4 على الكلمات. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول جملة عندك فيها بيقول لك فيه due to بسبب، خلي بالك due to معناها بسبب، قلمك بقى في إيدك وترجم معايا أول بأول أي كلمة أنت مش عارفها. due to بسبب the earthquake بسبب الزلزال. The police نقط the area البوليس عامل ايه في المنطقة. understood فهم المنطقة، ولا evacuated ان هو اخلى المكان، ولا covered ان هو معناها يغطي، ولا remain اللي معناها يظل ويبقى. طبعا هو evacuated ان هو اخلى المكان. some people بعض الناس like نقط Christmas presents الهدايا بتاعت الكريسماس. in golden paper في ورق ذهبي او لونه ذهبي. هايبرد يعني هجين، ولا جي بي اس اللي هو نظام الجي بي اس، ولا كليك يعني ينقر، ولا راب ان هي تلف. طبعا اللي تمشي معايا هي كلمة اسمها راب معناها يلف ويغلف. بعض الناس بتحب تغلف هدايا البريزنتس، الهدايا بتاعت الكريسماس ان جولدن بيبر في ورقة جولدن لونها جولد. 3 زي نقط of the city بتاع المدينة was due to the successive earthquake. ذا نقط الايه بتاع المدينة was due to كان بسبب the successive earthquake بسبب الزلزال العاجل. هل يا ترى removed المزيل، ولا الليفت اللي يرفع، ولا evacuation الإخلاء إنك تفضي يعني الفعل ذات نفسه، ولا evacuated خالي. طبعا اللي تمشي معايا هي ذا بيجي بعدها الاسم والنون الوحيد هو الموجود عندك رقم سي the evacuation. we should use a نقط احنا لازم نستخدم نقط when we sneeze لما احنا نيجي نعطس. to stop bacteria علشان نمنع البكتيريا spreading in the air ان هي تنتشر في الهواء. يبقى احنا لازم نستخدم sponge اسفنجة، ولا تشو اللي معناها منديل، ولا board اللي هي سبورة، ولا paper اللي معناها ورقة او اللي هي معناها ورق يعني لان الورق لا يعد. فبالنسبة لي لازم نستخدم تشو منديل. it's cold tonight الدنيا ساقعة النهاردة. I need another نقط to feel warm عشان أحس بالدفى. please من فضلك. أنا محتاج ستاير curtains، ولا bedding أغطية السرير، ولا blanket بطانية، ولا cleaner منظف. طبعا أنا محتاج blanket بطانية، طبعا البطانية مهمة في اليومين دول والله. بعد كده 6 بيقول لك ديانا is taking the opportunity. ديانا واخدة الفرصة، بتاخد الفرصة to نقط up the family presents علشان نقط الفاميلي presents هدايا الأسرة. يبقى هي يا ترى bring up تحضر، ولا give up تستسلم، ولا burn up تحرق، ولا wrap up اللي معناها تلف وتغلف. خلي بالك هتبقى wrap up. ليه wrap up؟ wrap up معناها يغلف الهدايا. مستر ما هي bring دي معناها يحضر، بس خلي بالك لو هي بقت bring up بقى معناها يربي، فعل اصطلاحي معناه يربي. تمام، يبقى برينج بس يحضر، لو كانت برينج بس كانت ممكن تبقى تنفع. بعد كده بيقول لك نقط diseases الامراض النقط can be caused ممكن ان تسبب by bad food بواسطة الطعام السيء. يبقى الامراض اللي ايه اللي ممكن تتسبب بواسطة الطعام السيء؟ الساينتفك ديزيز الامراض العلمية، ولا الامراض السربرايز المفاجأة، ولا سيريوس الخطيرة، ولا سكسسفul الناجحة. طبعا الأمراض الخطيرة هي اللي ممكن تتسبب بواسطة الباد فود الطعام الفاسد والبايوز. المثال اللي بعده رقم 8 من الأمثلة الجميلة جدا، اسمع كده معايا. بيقول لك it wasn't fair to نقط this hard working secretary. ما كانش من العدل، fair يعني عادل أو من العدل، نقط this hard working secretary معناها سكرتير، وهارد working صفة معناها مجتهد. ما كانش من العدل انك دامج انك تدمره، ولا فاير يعني يحرقه، ولا اوفر اللي معناها يهزم، ولا سموك اللي معناها يدخن. عارف انك رايح تختار لي كلمة دامج ان معناها تدمره، هي انسب واحدة فيه. اصلا مش هنقول لك مش من العدل انك فاير انك يعني انك تولع في الهارد ووركينج، ولا اوفر انك تعرضه، ولا سموك انك تدخنه. طبعا الاجابة الصح هتبقى فاير. ليه فاير هي الصح؟ لان فاير هنا بمعنى يرفد او يفصل عن العمل. في عندي يا جماعه كلمه اسمها هاير معناها يوظف، عكسها فاير بشيل بس منها اول حرف بغيره. يبقى هاير يوظف وعكسها فاير يعني يرفد. مش من الصح انك ترفد، انا كتبتها يرفض، ثواني، ان انت ترفد هذا الهارد ووركينج سكرتري. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 9 بيقول لك my wife is used to نقط
زوجتي متعودة ان هي نقط ذا تشيكن الفراخ. in foil بالفويل before cooking it قبل ما تطبخها. متعودة respond ان هي تستجيبها، ولا راب ان هي تلفها وتغلفها، ولا بريز ان هي تتنفسها، ولا فيد ان هي تطعم وتغذي. طبعا متعودة ان هي تلفها بالفويل before cooking it قبل ما تطبخها. to نقط is to send people away، انك send people away from dangerous places من الاماكن الخطيرة. to save place عشان ت save place عشان to a safe place الى مكان امن. يبقى ده معناها ايه؟ انك evaluate دي معناها يقيم. evacuate انك بتخليه من مكان، ان انت بترسله بعيدا عن مكان خطر، تحطه في a safe place في مكان امن. vacant معناها خالي وفاضي، لا انا عايز الفعل. vocabulary معناها كلمات، طبعا ما تنفعش. مستر جاك seems نقط، مستر جاك يبدو نقط. but he actually has got sense of humor، ولكن عنده احساس او روح الدعابة. يبقى مستر جاك ده يكون ايه؟ ولكن هو بالفعل عنده روح الدعابة. يبقى يكون فاني ولكن عنده روح الدعابة، فن وعنده روح الدعابة. ولا سيريس جاد وخطير، ولا انجرد مصاب. طبعا تبقى سيريس، هو يكون جاد وخطير. 12 بيقول لك true friends الأصدقاء الحقيقيين not offer you help بيوفروا لك المساعدة when they see you are in trouble لما بيشوفوك إنك في مأزق. يبقى عايز أقول لك ال true friends إيه؟ immediately على الفور بيوفروا لك المساعدة، allergically بشكل حساس، stressfully بشكل ضاغط، ولا brotherly أخوي. طبعا أخوي دي عشان تبقى عارف بس هي صفة. طب فين الموصوف اللي وراها؟ ده هنا فعلا عايز ظرف، مش ولا اي واحدة فيهم هي immediately. عايز اقول لك الاصدقاء الحقيقيين immediately فورا وعلى الفور offer you help بيعرضوا عليك المساعدة when they see you لما هم بيشوفوك are in trouble لما بيشوفوك في مأزق. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 13 بيقول لك he often هو دايما، نادر هو غالبا، نقط about. حط لي والنبي دايرة على كلمة about. ماشي. about not feeling appreciated معناها ان هو مقدر، ان هو مش حاسس ان هو متقدر by his co-workers. كلمة co-worker معناها ايه؟ زميل العمل او ان هو شريكه يعني. يبقى هو realize about بيدرك بشأن، ولا confirm about confirm قصدي معناها يؤكد، ولا suggest about ولا complains about. طبعا suggest يقترح، وcomplain هي اللي بيشكو. يبقى هو بيشكو ان هو مش حاسس ان هو متقدر بواسطة شريكه. بعد كده 14 بيقول لك the hills were covered with a thick knot of snow. the hills اللي هي التلال were covered ماضي بسيط مبني للمجهول، معناها كانت مغطاة. خلي بالك covered بتاخد معاها حرف الجر with، كانت مغطاة ب a thick knot of snow بطبقة، عايز اقول لك بطبقة كبيرة من الايه، من السنو. استخدم انهي كلمة؟ هل يا ترى بلينك اللي هو يعني يغمض عينه، يجي يقول لك دونت بلينك اللي بترمش ولا تغمض عينك، ولا بانك يعني اللي هو البنك او الضفة؟ لا. بلانكت يا مستر، مش بلانكت دي معناها بطانية من التلج، طبقة من التلج. طب بلانك اللي معناها فارغ، طبعا ما تنفعش. بلانكت هنا هستخدمها بمعنى ان هي طبقة يعني. بعد كده السؤال اللي بعده in case of fire في حالة الحريق everyone is asked كل واحد بيتطلب منه to نقط the burning الحريق building quickly الحريق المحترق quickly. evacuate طبعا يخلي، بيتطلب منهم ان هم يخلوا المكان بسرعة، مش remove ان هم يزيلوا المكان المحترق، ولا move يحركوه، ولا enter ان هم يدخلوه. طبعا الإجابة الصح الأولى. the most نقط effect التأثير ايه الأكتر. خلي بالك كلمة the most و the least دايما بيجي بعدها الصفة، وخصوصا ان بعدها اسم. the most نقط effect of retirement للتقاعد is a dramatic reduction. dramatic يعني درامي، و reduction يعني ايه؟ عارفين كلمة reduce يقلل؟ reduction هو التقليل in living standard في معايير المعيشة. يبقى the most not effect التأثير ايه بتاع التقاعد؟ هو التقليل الدرامي او التقليل المتزايد يعني to living standards الى معايير المعيشة. regularly ظرف و gradually ظرف مش عايزينهم، و immediately هي كمان ظرف، انا عايز كلمة immediate. the most immediate effect التأثير الفوري والعاجل للتقاعد هو ان بيكون في نقص في الليفنج ستاندردز في معايير المعيشة. ترجم كل كلمة انت مش عارفها، الفكرة مثال شايفه حلو جدا. بعد كده 17 بيقول لك it is a very good thing ده شيء جيد جدا
to know how to نقط when you are mistaken. انك تعرف ازاي نقط لما تكون mistaken. insult انك تهين، ولا thank تشكر، ولا apologize تعتذر، ولا offer. طبعا من الصح انك apologize لما تكون mistaken، لما تكون خاطئ. بعد كده الجزئية اللي بعدها، الصفحة اللي بعدها والسؤال رقم 18 بيقول لك a lot of نقط. a lot of ايه؟ الكثير من الايه. around the world حول العالم were sent أرسلوا to the aid of flood victims إلى ضحايا الفيضان. الكثير من الايه. opportunities الفرص، ولا supplies المؤن، ولا statistics الإحصائيات، ولا qualities الصفات. طبعا الكثير من السبلايز المؤن أرسلت to aid لكي تساعد the flood victims. flood معناها فيضان، و victims معناها ضحايا. there was a نقط between كان يوجد ايه ما بين the two enemies ما بين الاثنين الأعداء for humanitarian issues لقضايا إنسانية ومتعلقة بالبشر ما بين التو armies ما بين الجيشين. هل يا ترى تروس فترة سلام وهدنة، ولا تشين سلسلة، ولا تراك يتتبع، ولا ساند رمال؟ طبعا كان فيه هدنة، ودي كلمة من كلمات القصة أصلا، كلمة مهمة جدا في القصة. after the crash بعد الحادثة there had been much نقط كان يوجد الكثير من ماتش ايه caused two cars. خلي بالك كلمة ماتش بتستخدم مع الاسم الذي لا يعد. كانت عندك في أولى سنة في الترم الأول. طب ما انت عندك هنا damages متضاف لها اس ما تنفعش، وينفع اقول لك الكثير من اللي يصيب، ولا الهارت، ولا الدامج الى السيارة. طبعا هي الحادثة عملت تلف كبير في السيارة، مش اصابة ولا جرح. وصلت؟ كلمة دامج معناها ايه؟ تلف. بعد كده the criminal was put in نقط. الكريمنال المجرم وضع في الايه and sent to prison. وضع عايز اقول لك في السلاسل والاغلال. round جولة، ولا تشينج يغير، ولا تشين اللي معناها سلسلة، ولا رينج خاتم وحلق. طبعا اللي تمشي معايا هي تشينز السلاسل والاغلال، ودي طبعا برضو من كلمات القصة. in a lot of factories في الكثير من المصانع workers العمال have to wear نقط لازم ان هم يرتدوا ايه to protect their heads عشان يحموا راسهم. يبقى هم بيلبسوا ايه؟ helmets. طبعا helmet معناها خوذة. لكن glass معناها نظارة glasses. كاب هو الكاب، وجلافز معناها الجلافزات اللي هي يعني ايه الجوانتي. 23 efforts الجهود are being made بتصنع. الجملة مبنية للمجهول في المضارع المستمر. الجهود بتصنع او بتتعمل to نقط war يعني الحرب at all costs بكل التكاليف. costs دي معناها التكاليف. لكي نقط الحرب بكل التكاليف. regret لكي نندم الحرب، ولا لكي involve نشترك في الحرب، ولا involve يعني يتورط يعني، ولا admire ان معناها يعجب بالحرب، ولا avoid يتجنب الحرب. طبعا كل الجهود بتتصنع او بتتعمل علشان نتجنب الحرب at all costs بكل التكاليف. 24 بيقول لك we were told احنا اخبرنا to stay نقط as help was on the way. احنا طلب مننا ان احنا نظل ايه as help كمساعدة، was on the way كانت هي الطريقة الوحيدة. طبعا من غير ما افكر كتير هي اسمها stay calm يعني يبقى هادئا. claim معناها يدعي ما تنفعش، وquiet دي معناها الى حد ما. خلي بالك لو كان كتبها لك كده quiet بالشكل ده كانت تمشي، لكن واخد بالك الاي فين؟ الاي بره. تمام. scatter معناها يبعثر، يبقى quiet بتساوي calm بتساوي peaceful كمان اللي كانت عندي في الترم الاول. 25 بيقول لك I fell off my chair أنا وقعت من على الكرسي. but لكن لحسن الحظ ولا لسوء الحظ nobody noticed that محدش لاحظ هذا. easily بسهولة، fortunately لحسن الحظ، sadly لسوء الحظ، ولا unfortunately لسوء الحظ. طبعا لحسن الحظ محدش شاف ده. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 26 أسئلة بقى كلها على الاكسبريشنز المصطلحات، وبريبوزيشنز حروف الجر، derivatives المشتقات، واللانجوج نوتس الملحوظات اللغوية. خلي بالك الجمل دي لازم تتقرا بعناية، يعني ما تجيبش الجملة من آخرها وتقول لي هي تعني ايه ولا كذا. هو بيقول لك هنا cutting down trees قطع الأشجار cause much damage بيسبب الكثير من الدمج من التلف to the environment إلى البيئة. المهم بيقول لك كلمة damage هنا تبقى اسم ولا ظرف ولا فعل ولا صفة. واحدة واحدة. هي مش ماتش معناها الكثير من اللي يدمر، ولا الكثير من الدمار؟ طبعا الكثير من الدمار، فده كده بالنسبة لي اسم.
وبعدين كل الكوانتيفايرز اللي كانت عندي في الترم الاول كلها بتاخد وراها الاسماء. 27 بيقول لك she needed two نقط، هي كانت محتاجة ان هي نقط with the outside world مع العالم الخارجي. محتاجة ان هي ايه؟ لينك تتواصل، ولا كونكت يتصل، ولا كوميونيكيت يتواصل، ولا كونتاكت يتصل. طبعا انا هاخد كلمة كوميونيكيت لوجود حرف الجر with. لينك وكونكت معناهم يربط شيء مادي بشيء مادي يعتبر، اما كونتاكت فهي مش هتاخد معاها حرف جر، وغير كده وكده كلمة كونتاكت يتصل هاتفيا. تمام. بعد كده 28 it's very important to نقط your ideas. من المهم جدا انك نقط افكارك to other people الى الناس الاخرى which can be difficult sometimes اللي ممكن تكون صعبة احيانا. هتصدقني لو قلت لك ان الاجابة الصح في الجملة دي هي كلمة communicate. يا مستر communicate معناها يوصل، بس انا ممكن اقول لك communicate your ideas to انك توصل افكارك الى. contact قلنا يتصل تليفونيا، وكونكت معناها يوصل شيء بشيء. كونتراكت معناها عقد اللي هو عقد المنزل مثلا او كده، فدي طبعا ما تنفعش. بعد كده 29 بيقول لك sorry I would like to نقط a complain. انا عايز اعمل شكوى. my new TV doesn't work التلفزيون الجديد مش شغال، يبقى اسمها make a complain يعني يعمل شكوى. خلي بالك complain بس لحد الان كده فهي الشكوى، complaint معناها شكوى. stop complaining not everything توقف عن الشكوى بشأن كل شيء and solve your problems وحل مشاكلك. طبعا complain تاخد معاها حرف الجر about معاها. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 31 بيقول لك فيه I complained نقط the manager انا اشتكيت الى المدير او من المدير مش عارف who promised to punish اللي وعد ان هو هيعاقب those who had made that mistake اللي هيعملوا هذا الخطأ. يبقى انا اشتكيت الى المدير يبقى complain to. خلي بالك complain from بتساوي complain about معناها يشكو من، اما complain of دي يشكو من مرض، بتيجي دايما مع الامراض complain of a headache complain of headache. بعد كده she had nothing to do هي ما عندهاش شيء ان هي تعمله. she was نقط هي كانت ايه؟ interesting شيقة، boring ممل، ولا bored زهقان وملان، ولا interested. طبعا اللي تمشي معايا هي bored زهقان وملان. I always try to keep in touch with يعني يبقى على اتصال مع. my relatives ترجمها معناها أقارب. 34 بيقول لك people sometimes not arguments الناس أحيانا not arguments with each other مع بعضهم البعض for simple reasons الأسباب بسيطة. يبقى have argument with يعني لديه نقاش معه. تمام، مش make ولا get ولا take. بعد كده السؤال اللي بعده 35 بيقول لك he isn't not enough هو مش ايه بما يكفي to buy that expensive car عشان يشتري هذه السيارة الغالية. it's really costly حقيقي هي مكلفة. يبقى هو مش healthy صحي، ولا wealthy الثروة، ولا healthy الصحة، ولا wealthy ثري وغني. طبعا هو مش wealthy ان هو ثري وغني. بعد كده السؤال اللي بعده 36 بيقول لك فيه people strive to meet their نقط الناس بتكافح. كلمة strive معناها تكافح وتناضل، بتساوي كلمة اسمها struggle ممكن تكون قابلتك في الترجمة. المهم بيقول لك people strive to meet their نقط needs عشان تلبي احتياجاتها الأساسية. تمام، because prices لأن الأسعار are getting higher أصبحت أعلى. يبقى الناس بتحاول إن هي تلبي إيه؟ meet هنا مش معناها يقابل، تلبي احتياجاتها الأساسية، يبقى ال basic needs الاحتياجات الأساسية. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 37 have you decided نقط a date for the wedding. date يعني تاريخ للويدنج لحفلة الزفاف. decide ممكن تاخد on او that او to. decide ما ينفعش تاخد in. حلو، خلي بالك decide to بتعوز دايما وراها الفعل في الانفينيتيف في المصدر، فدي كده ما تنفعش، ده دي اديت اسم. decide that بيجي بعدها بيجي بعدها جملة كاملة. يعني ايه جملة كاملة؟ جملة هتلاقي فيها فاعل وبعد كده فاعل وبعد كده مفعول. طب decide on هي اللي بيجي بعدها يا اما الفعل متضاف له ing يا اما النون يا اما الاسم. طب ما هنا بيقول لك هل انت قررت على تاريخ for the wedding؟ هل يا ترى في جملة كاملة؟ لا. هل يا ترى في مصدر؟ لا. يبقى ده بالنسبة لي ولا فعل متضاف له ing، ده بالنسبة لي نون. 38 بيقول لك my uncle is a او is an نقط engineer عمي يكون مهندس ايه for a big company لشركة كبيرة in العبور سيتي في العبور سيتي. يبقى مهندس عايز اقول لك مهندس كهربي. عايز الصفة
electrician دي بالنسبة لي اسم، والكتريسيتي هي اسم. electrical صفة، والكتريك برضو صفة. اللي تنفع معايا هي electrical engineer. ليه يا عم الحاج electrical engineer؟ ما هي دي صفة معناها كهربي، ودي كمان صفة برضو معناها كهربي. بس خلي بالك electric معناها شغال بالكهرباء. electric دي معناها شغال بالكهرباء. يعني مثلا تلاقيني اجي اقول لك electric car، electric vehicle، سيارة كهربائية او مركبة كهربائية، او مثلا electric plan، electric device، هكذا كل دي electric. لكن electrical معناها شغال في الكهرباء، فاجي اقول لك دايما عليه electrical engineer. والحتة دي برضو من الحتت اللي انا بفضلها لما باجي اعمل امتحانات للطلبة عندي. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لك choose two answers، اختار اجابتين. During the earthquake، أثناء الزلزال people are asked to not buildings، الناس بيطلب منها إن هي إيه المباني؟ leave تغادر، أيوه. طب destroy يدمر، لأ. remain يظل ويبقى، evacuate يخلي، ولا return يعود؟ طبعا بيطلب منهم A و D، evacuate و leave. بعد كده بيجي يقول لك the bottom of your shoes، قاع الجزم بتاعك can carry a lot of bacteria، ممكن يحمل الكثير من البكتيريا into your house إلى منزلك. نقط and نقط are antonyms. antonyms مضادة لكلمة bottom. bottom معناها قاع، عكسها قمة. في depths معناها العمق، ما تنفعش. طب قمة اوكي. ram معناها منحدر، ما تنفعش. بيك القمة، وبيز بيز معناها الأساس، فطبعا اللي تمشي معايا هي بيك وتوب، هما اللي مضاد لكلمة القاع. بعد كده السؤال اللي بعد 41 the result of the match، نتيجة الماتش was surprising، كانت مدهشة. المهم كلمة surprising اللي معناها مدهش بتساوي كلمة ايه؟ genius عبقري، horrible فظيع أو سيء، modest معناها متواضع، متنفعش ولا واحدة فيهم. اللي ينفع معايا unexpected و sudden. unexpected معناها غير متوقع، و sudden معناها مفاجئ، يبقى النتيجة كانت مدهشة، يعني كانت غير متوقعة وكانت sudden مفاجئة. بعد كده the synonym of the word advantage، مرادف كلمة advantage. advantage معناها ميزة، عايز المرادف. merit معناها ميزة. طب دي merit معناها عيب. pros معناها ميزة، وcons عيوب، و disadvantages عيوب. طبعا اللي تمشي معايا هي cons، انا اسف pros. pros معناها مزايا، وتمشي معايا برضو merit اللي معناها مزايا. they wanted to know، هم أرادوا أن يعرفوا which sport، أي رياضة. أي رياضة I used to نقط، عايز أقول لك أنهي رياضة أنا بعملها أو بلعبها. when I was young، لما كنت صغير. but I refused to tell them، بس أنا رفضت إن أنا أقول له. fill يملأ، ولا cause يسبب. do يعمل، وmake يعمل، وplay يلعب. طبعا ممكن أقول لك play sport، دي سهلة. ممكن أقول لك do sport، لكن ما ينفعش أقول لك make sport. 44 بيقول لك في owing to. خلي بالك انت خدت في بداية الحصة كلمة اسمها due to معناها بسبب. owing to ضيفها عليها كان في أول مثال تقريبا. owing to هي كمان معناها بسبب. بسبب الارثكويك، الزلزال. the government not schools، المدارس عملت ايه؟ الحكومة عملت ايه في المدارس؟ empty معناها فارغ بالظبط. emptied معناها يفرغ، اوكي. evacuate هي كمان معناها يخلي ويفرغ المكان، اوكي. راب يلف ويغلف، لا. hit يخبط، لا. struck يضرب برضو، لا. they had to evacuate the building، هما كان يجب عليهم ان هما يخلوا المكان. كلمة evacuate يخلي ممكن نستبدلها بكلمة ايه؟ finish ان هو معناها يخلص او ينهي، ولا empty يفرغ، ولا abandon يهجر، ولا decorate يزين، ولا describe ان هو معناها يصف. طبعا يهجر ويفرغ هي اللي بيساوي كلمة evacuate. تمام. بعد كده 46 بيقول لك the present was beautifully، الهدية كانت ايه؟ بشكل جميل. was gold paper، عايز اقول لك كانت ملفوفة. تمام. اللي ينفعني هنا wrapped باينة زي الشمس، وعندي كلمة كمان اسمها cover ان هو يلف ويغلف. طبعا confused دي معناها يرتبك. evacuate معناها يخلي، وريمين معناها يظل ويبقى، كل ده ما ينفعش. بعد كده 47 بيقول لك in case of fire، في حالة الحريقة. keep calm اهدى and evacuate the building quickly، وغادر واترك المبنى بسرعة. مرادف كلمة evacuate للمرة التانية بيسألنا عليها. هاخد كلمة ignore اللي معناها يتجاهل، ولا take away ان هو يبعد، ولا observe ان معناها يلاحظ، ولا quit اللي معناها يهرب، ولا neglect اللي معناها يتجاهل. طبعا انا هاخد quit اللي معناها يهرب، وكمان take away. طبعا الاولى والاخيرة عشان بس نبقى متفقين بيساوي بعض. ignore و neglect هما الاتنين واحد.
معناهم يخلي، معناهم انا اسف، اجنور معناهم يتجاهل. You can't trick جمال، انت ما تقدرش تخدع جمال. trick يعني يخدع. He is very cautious. cautious معناها حذر، جاي من كلمة be careful مثلا او care. اوكي. المهم كلمة trick اللي معناها يخدع. Here is similar in meaning to A. كلمة trick يخدع بتساوي كلمة A. guide يرشد، deceive يخدع، trust يثق، mislead يضلل، ولا trust truth الصدق. طبعا mislead تنفع يضلل، و deceive يخدع، هما الاتنين اللي ينفعوا. if you need any help لو انت محتاج اي مساعدة you should نقط مستر علي، انت يجب انك تتواصل مع مستر علي. والله ينفعني كونتاكت لان هي يتواصل تليفونيا، لكن ما ينفعنيش كونكت الاولى لان هو يوصل شيء بشيء. طب ينفع تشويس اختيار، انت تقدر انت يجب انك اختيار مستر علي. كونتاكت ويز ولا كوميونيكيت ويز؟ طبعا كوميونيكيت ويز، لان كونتاكت مش هتاخد معاها ويز، كونتاكت مستر علي على طول. بكده الحمد لله نكون خلصنا حصة النهاردة. اشوفكم فيديو جديد. ما تنساش تدعي لي دعوة حلوة من قلبك تحت في الكومنتات، وكمان تعمل لايك وشير لان الحاجات البسيطة دي بتفرحني وبتساعدني ان انا اكمل. بالتوفيق لكم جميعا، سلام.